جدا لأنك لا تتحدث عن نتيجة كبيرة وعريضة جدا. الثالث جول، يا الله، يضعون قدما بالهدفين، لم أقول يضعوا قدما بالدور القادم، لكن مع هذه الكرة ومع تقدم محمد عبد الرحمن ومع الثلاثية النظيفة، محمد عبد الرحمن يأخذ بالهلال ويضع قدما للهلال بالدور المقبل ما قبل مرحلة المجموعات، لينتظروا الفائز من مباراة قطر وصفاقس. وبالتالي هنا سادة الكرام، نعم سينتظرون الفائز من صفاقس التونسي والملك القطراوي، لأن هذه الثلاثية وبهذه العناصر نجد بأن من الصعوبة جدا أن يعود المنام بالمباراة المقبلة، على الرغم من أن ليس الأمر رسميا ولكن منطقيا عقليا هكذا يقول المنطق. لا وجود إلى الراية بقرار حكم المباراة المساعد الثاني، وصلت إلى محمد عبد الرحمن، ومحمد ما كذب خبر من هكذا مكان، أعلن عن ثلاثية الهلال النظيفة، أعلن عن أفضلية الهلال بأم درمان. يشتعل ملعب المباراة بالعاشقين، يشتعل ملعب المباراة بالمتفرجين، أفراح نعم